المحلل الموريتاني المختار القشنيطي يعطي درسا للمذيع الجزائري حول أطروحة تقرير المصير للشعب الصحراوي. الهاتف الأستاذ المحلل السياسي الموريتاني محمد مختار القشنيطي. الشعب الصحراوي من حقه أن يقرر مصيره أستاذ. شوف، تقرير المصير هي قضية معقدة في القانون الدولي، أنه تقرير المصير أولا يحتاج إلى أن يكون الشعب لديه هوية متميزة عن غيره، عن الشعوب التي يريد الانفصال عنها. هذا الأمر لا ينطبق على الشعب الصحراوي، هو شعب عربي مسلم لا يميزه شيئا عن سكان صحراء الجزائرية وصحراء موريتانيا أو أطراف المغرب الجنوبية أو حتى القبائل العربية المسلمة في الضواد وغيرها، فهو فضاء صحراوي ممتد في أكثر من دولة. المذيع الجزائري لم يستطيع الصمود فبدل السؤال للضيف، فكانت الضربة القاضية. كيف يمكن اليوم احترام وحدة الدول أستاذ مختار، ونرى أن المغرب اليوم يخرق هذا القرار الذي يتعلق بوقف إطلاق النار؟ أنا في ما أعرفه وأنا موجود يعني متابع للوضع من الجهة الموريتانية. نعم. الحقيقة هو خرق القرار كان من الطرفين، لأنه الاتفاق كان أن تبقى 5 كيلومترات فاصل ما بين السيطرة المغربية والحدود الموريتانية، وأن تكون المعابر مفتوحة. ولا ننسى أن إغلاق هذه المعابر مضر ليس فقط بالمغرب وإنما أيضا بموريتانيا وبدول غرب إفريقيا وبكل تواصل بين المغرب والدول غرب إفريقيا. أنا أعتقد أننا آن الأوان لكي نستغل ونركز على وحدتنا المغاربية. نعم. الشعب الصحراوي منا وفينا دما ولحما وتاريخا ودينا وثقافة ولغة وجغرافيا، ومصيره هو أن يكون جزءا من كتلة مغاربية وفضاء حضاري مغاربي مشترك بعيدا عن النظرة الضيقة. لا أعتقد أن المنطقة تحتمل وجود دولة جديدة، وأن الجزائر والمغرب مسؤولتان قبل غيرهما عن حل هذا الموضوع. المسألة هي أزمة بين الجزائر والمغرب أكثر من أن تكون أزمة صحراوية. جميل جدا، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد مختار على هذا التدخل عبر الهاتف. هذا المذيع كان الله في عونه، آخر برنامج عنده علاش ما قطعتيش التليفون وهو تيقول ما لا يحبوش نقريحة وعمي تبون.